السلام عليكم وأهلا بكم في قناة فيو دراما. بهذا الفيديو رح نحكي عن مشاهد وقصص كانت موجودة في رواية حمدية وتم حذفها من المسلسل. قبل ما نبدأ بالفيديو لا تنسوا الصلاة على سيدنا محمد ولا تبخلوا علينا بلايك واشتراك. 1. مشهد إنكار الأب في العلوة ومواجهة كريم. تتضمن الرواية مشهداً مأساوياً ومفصلاً عندما تذهب حمدية مع شقيقها كريم إلى علوة المخضر لمقابلة والدهما حاتم المسعود بعد سنوات من الفراق. في الرواية يراهما الأب وهو يقود سيارته، وعندما تصرخ حمدية: يابا أني حمدية بنتك، ينظر إليها ثم يدير وجهه للجهة الأخرى ويسرع بسيارته متجاهلاً إياهما تماماً. لاحقاً يذهب كريم وحده لمواجهته، فينكره الأب علناً أمام الناس ويتهمه بالكذب، بل ويحاول ضربه، مما يترك جرحاً غائراً في نفسية كريم لا يندمل لسنوات. هذا العمق النفسي في خيانة الأب قد يختصر درامياً للتركيز على معاناة حمدية الشخصية فقط. 2. حادثة فرن الصمون ومصطفى المصري. هذه القصة في الرواية تحتوي على تفاصيل اجتماعية قاسية، حيث تتعرف حمدية على عامل مصري يدعى مصطفى يبدأ بالتودد إليها بكلمات عاطفية. في إحدى المرات يستدرجها داخل الفرن، ولكن فجأة تداهم الشرطة المكان. يتم وصف حمدية في الرواية بالعاهرة من قبل رجال الشرطة، ويتم سحلها ولا ينقذها من السجن إلا تدخل حميد بائعة القيمر التي تشهد بسترها. هذا المشهد يصور وصمة العار الاجتماعية بشكل فج وصادم قد يتم تلطيفه أو حذفه في العمل التلفزيوني. 3. العلاقة المعقدة مع محمد ابن أبو محمد. تروي المصادر تفاصيل دقيقة ومثيرة للقلق حول علاقة محمد الابن الأكبر للعائلة التي خدمت عندهم حمدية بها. فبعد استشهاد عمه عصام يبدأ محمد بالتسلل إلى غرفة حمدية ليلاً، ليس للاعتداء بل للبحث عن حنان مفقود، حيث ينام بجانبها ويضع رأسه على صدرها ويطلب منها أن تقبله. حمدية تعيش صراعاً بين خوفها من الفضيحة أمام والده ضابط الاستخبارات وبين شفقتها على مراهقة محمد وتعودها عليه. هذه العلاقة الرمادية والمعقدة قد تحذف تماماً لصعوبة تصويرها درامياً دون سوء فهم. 4. تفاصيل كذبة النجاة عباس فاضل ثلج. في الرواية تبتكر حمدية قصة وهمية متكاملة لتعيش في منزل أبو محمد بأمان، حيث تدعي أن اسمها حمامة حاتم مسعود، وأن زوجها عباس فاضل ثلج جندي مفقود في الجبهة. المثير في الرواية هو القلق الدائم الذي تعيشه عندما يبدأ أبو محمد رجل الاستخبارات بالبحث فعلياً عن هذا الاسم في سجلات المفقودين والشهداء والهاربين، واكتشافه لعدم وجوده، مما يضطرها إلى ابتكار كذبات إضافية. المسلسلات غالباً ما تختصر هذه التفاصيل الإدارية والتحقيقية للتركيز على الحبكة الرومانسية أو المأساوية العامة. 5. شخصية مهدي الجسومة وكوميديا وردة ما الله. يظهر مهدي الجسومة الزوج الثاني في الرواية كشخصية فريدة، حيث تصفها حمدية في البداية بأنه يشبه أبطحان، شخصية ريفية بسيطة، وتتميز شخصيته بلازمة كلامية لا تفارقها وهي وردة ما الله، حيث يضحك باستمرار ويرددها في كل موقف حتى عندما يغضب. التفاصيل الدقيقة حول إصراره على إطعام حمزية بيده ليلة العرس ومداعباته الغريبة قد تظهر في المسلسل بشكل مختلف عما رسمته الرواية من مزيج بين الكوميديا والغرابة.